مساء الخير. النهاردة هنعمل فراخ مع الخضار في الكيس الحراري. أحلى وصفة ممكن تاكلوها، وأحلى طعم فراخ وخضار مع بعض، وما بتاخدش وقت وسريعة جدا. فعلا تحفة. بس أهم حاجة لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة. هنبتدي أول حاجة بمكوناتنا. عندنا فرخة، عندنا بصلاية مبشورة والتوابل بتاعتنا: معلقة كبيرة ملح، نص معلقة فلفل، نص معلقة زعتر، نص معلقة توم باودر، ومعلقة سكر علشان هنحط معلقة كبيرة كمان صلصة، ومعلقة كبيرة خل. وكده بقى عندنا تتبيلة جميلة قوي. هنقلب كل دوت مع بعضه. وبعد كده هناخد نص التتبيلة ديت هنتبل بيها الفرخة من بره وجوه، مش هنسيب حتة من غير ما نتبلها بيها زي ما انتوا شايفين. واهم حاجة علشان ناخد الطعم الحلو ان احنا نسيبها شوية في التتبيلة ديت علشان الفرخة تشربها. وبعد ما تبلناها كويس بره وجوه هنكتف الفرخة علشان يبقى شكلها حلو في الكيس الحراري. وهنبتدي بقى هنحضر الخضار بتاعنا اللي هو عبارة عن بطاطس، بصل، جزر، طماطم، حابين تحطوا كوسة، اي خضار بتحبوه. هنحط كله في بولة كبيرة، وهنجيب نص التتبيلة اللي احنا سبناها، هنزود عليها بس شوية مية صغيرة، وهنحطها على الخضار وهنقلبه علشان ياخد نفس طعم توابل الفرخة. وبعد كده هنجيب صينية وهنحط فيها الكيس الحراري، وهنحط الفرخة بتاعتنا، وهننزل بالخضار. طبعا مفيش أبسط من كده. وهنقفل الكيس بتاعنا حلو. وبعد كده هنجيب كوباية مية مغلية هنحطها في الصينية علشان الكيس ما يلزقش مننا أو يتحرق. وأهم خطوة هنجيب سكينة وهنعمل فتحتين صغيرين علشان يطلع منها البخار، وهندخله الفرن على أعلى درجة حرارة أول نص ساعة. وبعد كده ممكن ياخد نص ساعة تانية أو ساعة إلا ربع على درجة حرارة هادية لحد ما يتحمر. وكده بعد ما طلع من الفرن شايفين بقى الشكل عامل ازاي واتحمر جوه الكيس. مفيش أجمل من كده وما خدش مننا وقت خالص ولا مجهود. شايفين بقى الجمال. والفرخة والخضار مستويين حلو جدا لأن هما استووا على البخار بتاع الفرخة. فبجد مش قادرة أوصف لكم على جماله عامل ازاي. والطعم، الخضار مع الفرخة مفيش أجمل من كده. هي شوية رز بشعرية وبقت أكلة جميلة. وطبعا لو عندنا أي عزومة طبعا شايفين الشكل هيكون مشرف جدا. جربوها وأنا متأكدة إن هي هتعجبكم. كانت معاكم أسماء إبراهيم، وأشوفكم المرة الجاية في وصفات أحلى وأحلى.